الاجتماع ندعو جميع الرفاق للوقوف تحت صمت على أرواح الشهداء. بخصوص الحرب الأوكرانية وأهدافها بشكل عام، حقيقة هي أهداف لإلهاء روسيا بهذه الحرب وإنهاك روسيا اقتصاديا وإنهاك إمكانياتها بشكل عام. وبنفس الوقت كمان بتكون أوروبا بتحس بخطر، وهذا الخطر يحقق ارتماء بالحضن الأمريكي أكثر وأكثر. صار في تمادي بالفترة الأخيرة، صار في انحراف عن سياسة الناتو بالفترة الأخيرة من قبل أردوغان بالذات ونظام أردوغان، يسعوا إلى السلطة العثمانية وإعادة الميثاق الملي، وخاصة في شمال العراق وشمال سوريا. شفنا في نهاية 2021 كان عنده أيضا تهديدات أخرى فيما يخص مناطق منبج الرفعت الكوباني، وهذا الشيء أيضا تكرر في أيضا نهاية عام 2022 في العام الحالي. سنحافظ عليه كما حافظنا عليه في عام 2022، سنحافظ عليه أيضا في عام 2023. ولا تزال هجمات جيش الاحتلال التركي وجرائمه تشكل هاجسا لشعوب شمال وشرق سوريا، خوفا من تكرار سيناريو احتلال رأس العين وتل أبيض ومن قبلها عفرين التي هجر أهلها وشردوا في مخيمات النزوح واغتصبت أملاكهم وأرزاقهم. فالشعب بات على يقين تام بأنه هو الضحية الأولى والهدف الرئيسي وراء كل تلك الهجمات. دولة الاحتلال التركي والغير قانونية ثانية تزيد من معاناة الأهالي في ظل الظروف المعيشية الصعبة والأزمة الاقتصادية الخانقة. بأن يكون العمل بوجدانية أكثر، وأن نضع أيدينا على ضمائرنا للعمل، لأن هذه الإدارة ومؤسساتها لم تأتي من فراغ، إنما أتت بتضحيات شبابنا وبناتنا. إلى يومنا هذا نقدم الشهداء من أجل انتصار هذا المشروع وحريتنا نحن أيضا كشعب.